ما تيجوا نخزن ورق العنب بالطريقة الصح اللي تفضل معاكي من السنة للسنة، والنتيجة بتاعته بجد جميلة جدا عن تجربة. نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كل اللي هتعمليه إنك هتجيبي ورق العنب من السوق، مش هتعملي فيه أي حاجة خالص غير إنك هتشيلي العنقود الأخضر اللي بيبقى فيه ده وترصيه على بعضه بالشكل ده كده، من غير ما تغسليه، من غير ما يلمس مية نهائي. هتجيبي بقى الاسترتش بتاعك وهتحطي الورق بالشكل ده كده. الأفضل طبعا إنك تلفيه من ناحية الأطراف بتاعته، علشان دي أكتر أطراف بتبقى حساسة شوية وبتتكسر منك في الفريزر. وتقفلي كويس جدا في الاسترتش بالشكل ده كده، مش عاوزه ورق العنب يدخل له هوا خالص، هيبقى معاكي بالشكل ده. اهم حاجه تفرغي الهوا كويس جدا وانت بتلفيه. شايفه؟ كمان واحده. هتجيبي الورق بتاعك، هتفردي الاسترتش وتحطي فيه، هتقفلي من الاجناب بالشكل ده. وزي ما قلت لك افضل طريقه انك تلفيه بيها من ناحيه الاحرف بتاعته، عشان دي اكتر منطقه بتبقى رقيقه كده وخفيفه وبتتكسر معانا على طول في الفريزر. الطريقه دي سهله جدا وكمان بسيطه بقى، من غير ازايز ومن غير الكلام الفاضي ده كله. وبجد عن تجربه، هتيجي تطلعيه من الفريزر هتلاقيه كانك لسه جايباه فريش واخضر وزي الفل بالشكل ده. بس اهم حاجه لا تغسليه ولا تجيبي ناحيته ميه، اكتر من انك هتشيلي العنقود الاخضر بتاعه زي ما اتفقنا، هيبقى معاكي بالشكل ده كده. طريقة استخدامه ايه بقى؟ بتطلعيه من الفريزر، ما بنسيبهوش يفك، بتطلعيه من الفريزر على الميه اللي بتغلي على طول من غير ما يفك. ورق العنب يا بنات لو فك هيسود منك. عايزه تفضلي محتفظه باللون الاخضر الحلو بتاعه، طلعيه من الفريزر، تفكيه من الاسترتش بتاعك وتنزليه في قلب الميه المغليه، كانك لسه جايباه فريش وطازه. حاجه كده بجد تحفه. سمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ويا رب اكون فدتكم حتى لو بمعلومه بسيطه.